واش ممكن ماتش ديال الكره يتحول لجريمه في الزنقه؟ واش معقول بنادم يخرج من التيران ويهرس الطوموبيلات ويجرد المواطنين من حوايجهم ويعرض حياة الناس للخطر؟ الموضوع ماشي لا كره، الموضوع كبير. الموضوع هو العقليه اللي كتخلي الرياضه اللي خاصها تجمعنا تولي سبب في الفوضى. قبل ما ندخل في التفاصيل عندي واحد الطلب صغير: اشترك دابا في القناه وخلي واحد لايك باش هاد النوع ديال الفيديوهات يوصل لعدد كبير من الناس. نهار 17 ثاني 2025 مركب محمد الخامس في كازا، كلاسيكو بين الرجاء والجيش الملكي. نتيجه تعادل سلبي، ولكن الحقيقه التعادل ما كانش في الارض ديال الملعب بل برا الملعب في الشوارع. من بعد ما صفر الحكم بانوا فيديوهات في السوشيال ميديا، مواطن بسيط غادي بموطورو كريسا وحيدوا ليه حوايجو وخلاوه عريان في الزنقه. السيده كانت سايقه طوموبيلتها، هرسوا ليها الزاج على عينيها. اللحظه اللي كانت رعب ما عندها حتى علاقه بالكره. والسؤال هنا: علاش ماتش كيقدر يوصل لهذا الحجم ديال الكارثه؟ القصه بدات من داخل في التيران، من الحكم لغى الهدف ضربه الجزاء اللي كانت مثيره جدل. اللاعبون ديال الجيش الملكي احتجوا على القرار، الجماهير شعلات اي قرار تحكيمي كيحسوا به الجمهور كانه ظلم مباشر، وهنا كيخرج الغضب ديال الجماهير. ولكن المشكل الحقيقي ماشي غير في التحكيم، المشكل هو ديك الشراره الصغيره اللي كتسالي في التيران وكتكبر وكتولي برا. تصور معايا الاف ديال الجماهير خارجه من الباب واحد، التنظيم كان ضعيف، اعصاب مزيره، الاحساس كان بالضم. وزيد عليها الشباب جايين من الاول ناويين على الشغب. شنو هي النتيجه؟ تخريبه وتعدوا. ولكن المفاجاه الحقيقيه ماشي غير الفوضى اللي وقعت، المفاجاه هي الفئه اللي كتحمل السلاح الابيض والقراعي مهرسين والهربات. هل اصلا جاي تحارب ماشي جاي تفرج؟ وهنا السؤال اللي كيتبادل: واش فعلا الجماهير الكره ولا عصابات لابسين التوني ديال الفرقه؟ شوف، الكلاسيكو بين الجيش والرجاء عنده تاريخ ديال التوتر، ولكن المره